السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى فيديو جديد ويوم جديد من ايام رمضان. تعالوا كده قضوا اليوم معايا ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نعمل اي حاجة نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متنسوش بقى تحطوا لايك كده للفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. تعالوا بقى كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونبدأ يومنا جديد كده في رمضان النهاردة ان شاء الله. بصوا بقى، اول حاجة زي ما انتم شايفين كده قلت بقى ادخل كده اعمل الفطار بتاعنا بدري بدري علشان الحق يعني قبل الفطار، لان كان خلاص يعني ما فيش وقت وكده. وانا النهارده يعني ايه ما عنديش حاجات كتير اعملها. هتشوفوا يعني معايا الاكله بتاعتي بقى النهارده وكده. طبعا اول حاجه زي ما انتم شايفين جبت كده بتنجان عندي، اللي هو الكوبي ده. واحده كده كانت صغيره قطعتها كده اربعه، ورحت جايبه الطاسه. هي الطاسه دي انا عارفه ان هي قديمه، بس هي مبهدله كده. طبعا هي كانت تيفال بس باظت وكده. بس انا بقى سايباها يعني بقلي فيها ايه البتنجان السمك الحاجات دي. فحطيت كده شويه زيت وحطيت فيه البتنجان وغطيته وغطيت عليه خالص علشان ايه يعني البتنجان بقى يستوي كده. بعد كده جبت بقى حلة زي ما انتم شايفين كده وزودت بقى فيها كده شوية زيت صغيرين، واستنيت كده لغاية الزيت بقى ايه ما سخن معايا خالص. وكنت طبعا عندي رز كده غسلاه ومظبطاه ومصفياه اهو. حطيته كده واديت له تشويحة حلوة، وهظبط له الملح بتاعه وازود المية بتاعته وكده. بس بحب يعني ان انا اديله تشويحة كده حلوة علشان ايه يبقى مفلفل كده وما يعجنش في بعضه. تشويحة يعني في الزيت كده الاول قبل ما احط المية. بس فهزود بقى المية بتاعته. معيار المية انا طبعا بحط مثلا كوباية رز عليها كوباية وربع مية، او كوباية وشوية مية صغيرين يعني. بس انا هنا كده ظبطت بقى المعيار بتاعي اهو. بس هقلبها كده تقليبة حلوة يعني. واوطي بقى، مش هاوطي النار عليه يعني، هاسيبه كده لغاية المَيّة بتاعته ما تبدأ تتشرب. وبعد كده بقى بانقله على العين الصغيرة خالص وباحط الشياطة، وباسيبها بقى على نار هادية خالص لغاية الرز ما يستوي مع نفسه. هنا طبعًا كان البتنجان بتاعي استوى أهو. هو طبعًا زي ما قُلت لكم هي بتنجانة صغيرة كده على قدنا. عايزة أقول لكم أصلًا إن هي فضل مننا كمان بعد الأكل. فالمهم أنا كان عندي بقى اللي هو هريسة الشطة اللي هي بتتحط على البتنجان والحاجات دي. كنت عاملاها بفلفل أخضر عشان ما كانش عندي غير ما كانش عندي يعني فلفل أحمر، والفلفل الأحمر اللي لقيته كان حامي، وأنا ما باحبش يعني إيه إن إحنا نحط حاجة حامية في الأكل عشان يعني ما لناش في الحامي أوي. فالمهم عملته بفلفل أخضر وتوم وحطيت عليه خل وضربته كده في الكبة لغاية ما اتفرم، وحطاه كده في العلبة دي باستخدمه يعني وقت ما احتاجه. طلعت منه معلقة كده وحطيت منه على البتنجان بتاعي، وكمان رشيت كده رشة ملح ورشة كمون، وهاحط كمان رشة زيت صغيرة خالص كده، ورشة كمان من الخل. احط كده نقطتين خل كده عليهم، وكمان عصرة ليمون. دي طريقتي كده في تخليل البتنجان، بيبقى طعمه جميل خالص. اوقات اصلا بعمله بالطحينة يعني وكده، فبشيله يعني اطلع منه يعني القلب بتاعه وبرمي القشرة، وباضربه كده بالشوكة مع طحينة وكده. بس أنا قُلت يعني تغيير النهارده نعمله كده عادي زي ما هو. طبعًا هنا بقى كنت باضغط عليه بالشوكة كده عشان إيه الحاجات بقى اللي أنا حاطاها التتبيلة بتاعته دي تدخل جوّه كده وإيه وتتشرب منه. وهنا طبعًا كنت باشيل البذر بتاع الليمونة اللي أنا عملتها. طبعًا أنا جبت ليمونة قطعتها نُصّين، نُص هاستخدمه في البتنجان هنا، ونُص هاستخدمه في السلطة أهو. قُلت بقى أعمل كده طبق سلطة وأنا واقفة بالمرّة عشان أحضّر بقى كل الحاجات بتاعتي بسرعة. طبعًا جِبت هنا طماطمتين وقرن فلفل وخيارة وشوية إيه خضرة. عايزة أقول لكم إن جوري كانت كل شوية بتمسك التليفون يعني بتهزه وكده، فكل شوية كنت باخدها أطلّعها فهي كانت بتدخل تاني. فالمهم عشان يعني هي بتحب تقف تحت رجلي أصلًا، وعلى طول بتبقى عايزاني أشيلها وكده، وبالذات في وقت الفطار. فربنا يهديها يا رب ويهدي كل أولادنا. ادعوا لها كده إن ربنا يهديها ويشفيها ويحفظها من كل شر، ويهدي كل أولادنا يا رب ويحفظهم ويخليهم لينا بإذن الله. طبعًا هنا بقى زي ما قُلت لكم كنت باقطّع كده بقى السلطة الطماطم وكده. أنا مش باحب يعني أقطّعها حتت صغيرة أوي. باحب يعني الطماطم تبقى إيه، يعني حلوة ومش كبيرة ولا صغيرة. فأنا بقى جِبت كده البلانشة بتاعتي دي وبدأت إن أنا أقطّع عليها الطماطم وكده، وهاعمل بقى طبق سلطة حلو كده. عايزة أقول لكم يعني إيه، إن أنا عملت طبق سلطة هو صغير مش كبير يعني. بُصّوا أنا أخدت نُص خيارية بس، وواحد بس فلفل صغير، ويعني عودين خضرة كده، وأصلًا بيفضل مننا والله برضه في الآخر. يعني أنا باعمل الأكل ده وبرضه بيفضل مننا في الآخر. يعني عارفين في الصيام وكده الواحد بقى بيشرب عصير، بياكل تمر كده، فبيلاقي نفسه أساسًا شبعان وما لوش نفس إن هو ياكل أي حاجة. فاللي هو أي حاجة على طول بتلاقي نفسك شبعت يعني وكده.
فالمهم بقى بس المهم يعني إن أنا أعمل طبق سلطة وأعمل شوية مخللات وحاجات وكده، لإن إحنا كان الأكل بتاعنا النهارده سمك، فاللي هو بقى ما فيش حاجات كتير أعملها فيه، فهو بس يا دوب البتنجان كده عشان يعني إيه أحرّش الأكل شوية، وطبق سلطة والرز والسمك بتاعنا، بس كمان يعني لقيت عندي بقى إن أنا كنت جايبة فلفل يعني حلو كده، فدلوقتي هتشوفوني يعني إيه كنت باحمّر كده كام فلفلاية، قُلت يعني إيه زوّدوا الأكل معانا وكده. طبعًا هنا كام عود الخضرة دُولة شوية شبت كده على كزبرة، كنت غاسلاهم برضه كده ومضبّطاهم، فقُلت برضه أقطّعهم كده على البلانشة وأحطّهم وكده إيه، طبق السلطة بتاعي يبقى حلو. طبعًا لو عندِك جزر بقى بتحطّي جزر، بنجر، أي حاجة أنتِ عندِك بتحطّيها، بتزوّد طبعًا القيمة الغذائية بتاعة طبق السلطة. بس أنا عشان ما كانش عندي، فعملت الحاجات اللي كانت موجودة عندي. طبعًا برضه بابهّره كده، باحط برضه شوية زيت، شوية خل، شوية كمون، نطرة بسيطة من الملح، يعني عادي ممكن ما تحطيش ملح، بس أنا حطيت يعني إيه، رشة صغيرة خالص كده، ونُص الليمون اللي كان فاضل معايا من البتنجان أنا حطيته كده على السلطة، وهابدأ بقى إن أنا أقلّبها كده وأضبّطها، ويبقى كده خلّصت طبق إيه، السلطة بتاعي. أهو زي ما أنتم شايفين، هاركنه بقى على جنب كده، وأدي الفلفل أهو زي ما باقول لكم كان خلاص أصلًا المغرب خلاص ما فيش عليها وقت يعني، فحضّرت بقى كل الحاجات بتاعتي، ده الفلفل أهو كنت باقليه، وده الرز بقى عايزة أقول لكم إن أنا خلاص حضّرت كل الحاجات، أدي الفلفل أهو، أدي السلطة والبتنجان بتاعي، وده طبق طحينة كده كان عندي من امبارح، وطبعًا مجهّزة هنا الأطباق للسمك عشان يعني جوزي كان هيجيبه وهو جاي، فهو طبعًا كانش لسه جاي يعني وكده، لأن هو أساسًا بييجي بعد أذان المغرب أصلًا. فالمهم إيه حضّرت الأطباق وكده، فقُلت أول بقى ما هو ما يجيبه نحطه في الطبق وخلاص كده يبقى أنا حضّرت الأكل بتاعي ونروح نفطر بقى. عايزة أقول لكم إن إحنا بقى الحمد لله فطرنا وخلّصنا فطار وكده الحمد لله. هنا بقى بعد الفطار بقى المعمعة بتاعة المواعين دي، كان عندي بقى كمية مواعين بعد الفطار، وكان عندي أصلًا حاجات تانية برضه ما كنتش غسلتها، وكان عندي بقى صواني وعلب وحاجات وكده، فأنا بصراحة نضّفت بقى كل الحاجات اللي كانت عندي ورُحت حاطاها كده في الحوض زي ما أنتم شايفين، فجمّع إيه معايا كده شوية مواعين حلوين يعني. فقُلت يالّا بالمرّة بقى أغسلهم كده وأنا واقفة، حطيت فوطة كده على الرخامة بتاعتي، وبدأت بقى إن أنا أغسل كده الحاجات واحدة، واحدة، بس الأول هنا طبعًا كنت إيه بانضّف كده الكوبايات دي من التفل بتاع الشاي بتاعها، عشان لمّا أغسلها يعني ما يعني إيه الليفة ما تبوظش يعني من التفل. فهنا بقى هابدأ إن أنا أغسل كده المواعين بتاعتي والحاجات دي، عايزة أقول لكم إن أكتر حاجة بقيت شايلة هَمّها هو بعد الفطار والله العظيم، يعني أنا الواحد بقى بيفطر وإيه خلاص بقى بيكسل إن هو يقوم يعمل أي حاجة، فبعد ما بنفطر كده باقعد شوية يعني عارفين اللي هو إيه طبعًا أول حاجة باشيل الأكل وكده، وبالِم بقى الحاجات يعني مثلًا باقي أكل عندي باشيلها، حاجات عايزة تترمي بارميها، باحط طبعًا إيه المواعين كده في الحوض، فبيفضل الحوض بقى إيه يتملي وكده. بعد كده باروح أصلّي المغرب، يعني أنا باحكي لكم دلوقتي ده الروتين بتاعي إيه بعد المغرب، بعد كده بقى باروح أصلّي المغرب أول حاجة، وبعد كده بقى إيه أوقات والله العظيم بابقى تعبانة مش قادرة إن أنا أعمل أي حاجة، فباستنى شوية وبعدين أقوم بقى أغسل مواعين وأروّق المطبخ. لو يعني إيه المطبخ مش متكركب كتير وكده باسيبه مش مشكلة، بس طبعًا لو المطبخ بقى متكركب كتير وفيه كركبة ووَش كتير ما باعرفش إن أنا أسيبه كده عشان بيبقى متبهدل، فالدنيا عندي بتبقى نضيفة برّه، فباخاف يعني إيه اللي يدخل بقى المطبخ ياخد حاجات من برّه ويطلع، وطبعًا جوري تحب تمسك كل حاجة وتكتشف كل حاجة، فباخاف إن هي تمسك حاجة من الأرض وكده لإن هي بتقعد تكُب حاجات بقى في الأرض وتكسّر حاجات وكده، فباخاف إن هي مثلًا حاجة تمسكها كده والّا كده، فباقوم بقى إيه، أشطّبه على طول. طبعًا أكتر حاجة بتاخد منّي وقت بعد المغرب هي المطبخ طبعًا، مواعين بقى باغسلها وبارُصّها وباسيبها تتصفّى الأول، وطبعًا باكنس الأرض وباضبّطها وباشيل بقى مكان الأكل بتاعنا لو أكل فاضل باشيله في التلاجة، لو حاجة عايزة تترمي بارميها. فربنا يعين كل ست يا رب كده في الوقت ده، بجد بيبقى وقت صعب خالص، عايزة أقول لكم والله العظيم أنا بابقى طول النهار مش شايلة هَم غير الشوية اللي إحنا بعد الفطار دول، بس يعني الحمد لله ربنا بيعيننا طبعًا إحنا لازم نعمل كل حاجة بإيدينا ونحافظ يعني على بيتنا، وربنا يقوينا يا رب طبعًا لأن ما حدش هيعمل غيرنا يعني، فالحمد لله الواحد ربنا بيقدّره وبيقوم إن هو يعمل كل حاجة، بس عايزة أقول لكم إن والله العظيم إن الموضوع صعب خالص بالذات للأمهات اللي عندها بيبيهات صغيرة. أنا السنة اللي فاتت في رمضان كانت جوري كانت لسه عندها شهرين ونُص، يعني جوري كانت آخدة تطعيم الشهرين قبل رمضان بيوم، فكانت لسه صغيرة خالص وكانت تعباني بقى وكانت على طول بتعيط وعايزاني أشيلها وكده، فأنا بقى كنت مفكّرة السنة دي إن إيه، قُلت بقى جوري ما شاء الله كبرت وهيبقى عندها سَنة وشوية وهتبقى كويسة بقى ومش هتعذّبنا وكده، بس بصراحة طلع العكس خالص.
يعني بسم الله ما شاء الله عليها بتعذّبنا عذاب ما أقولكوش، يعني أكتر من وهي صغيّرة والله العظيم. هي طبعًا بقى دلوقتي بتمشي وبتمسك كل حاجة بتبقى عايزة تعمل كل حاجة، بتبوّظ لنا بقى الدنيا، مش بتخلّينا نعرف نفطر ولا نعرف نعمل أي حاجة. بس فربنا يحفظها يا رب ويبارك فيها كده ويبارك في كل أولادكم. فيعني عادي الأطفال البيت وهو فيه أطفال غير البيت وهو ما فيهوش أطفال خالص. أنا جرّبت رمضان من غير أطفال وجرّبت رمضان بأطفال، الموضوع صعب والله يا جماعة بأطفال. وخصوصًا بقى لو لسه صغيّرة كده وطبعًا محتاجة اهتمام بقى ورعاية وكده، وأوقات تبقى عايزة تسيبي كل اللي في إيدِك وتروحي لها، بس يعني الحمد لله ربنا يحفظها يا رب. بس هنا بقى عايزة أقول لكم إن أنا كده كنت عمّالة بقى إيه، باحب إن أنا أغسل كمية مواعين كتيرة كده وبعدين أشطفها مرّة واحدة، مش اللي هو مثلًا إيه أغسل حاجة وبعدين يعني أشطفها بالمَيّة لأ، باحس بقى إن أنا كده هاخد وقت كتير، كده بتنجز معايا، أغسل شوية كده كلّهم وأحطهم كده على الصفاية اللي هي بتاعة الحوض دي، وبعدين مرّة واحدة كده أشطفهم وأروح حاطاهم بقى على الفوطة، وبعد ما بيتصفّوا بقى باروح جاية حاطاهم في الدواليب مكانهم. طبعًا أنا غسلت كده كمية الحاجات اللي هي إيه، كانت نضيفة شوية، يعني الكوبايات، الأطباق، المعالق، الحاجات الخفيفة دي، وسايبة بقى على الرخامة الناحية التانية أهو الحلل بقى والحاجات الكبيرة دي، دلوقتي هاغسلها برضه بنفس الطريقة، وأروح جاية إيه شاطفاها كده وحاطاها، بس أنا حبيت يعني إن أنا أخلّص كده الحاجات الصغيرة دي الأول عشان إيه، أحطها وأحط الحاجات الكبيرة عليها. بس فزي ما انتم شايفين كده بقى بصوا روتين جامد فاخر من الاخر. عايزاكم بقى وانتوا بتتفرجوا كده تحكوا لي تحت في التعليقات وتكتبوا لي تعليقات كده وتقولوا لي انتوا بتعملوا ايه في يومكم وقولوا لي افكار للفطار يا جماعه عشان احنا بصراحه زهقنا من الاكل كل يوم. كل يوم دول هنفطر ايه بكره هنتسحر ايه هنفطر ايه. طبعا السحور بتاعنا كل يوم زي سحور كل المصريين فول وبيض وجبنه. واوقات والله العظيم مش بيكون لنا نفس ان احنا نعمل اي حاجه ولا ناكل اي حاجه. كل واحد بس بيعمل سندوتش جبنة كده وبيدخل ينام. من كتر يعني ايه الواحد بيبقى تعبان وعايز ينام وكده ومالوش نفس بقى ان هو ياكل. فبس احنا محتارين بقى في موضوع الفطار ده فانتوا قولوا لي كده ايه ادولي افكار كده للفطار عندكم بتفطروا ايه. ادوني كده افكار كده قولوا لي مثلا وجبات ممكن تعملوها. يعني ناخد افكار من بعض ممكن حاجة تكون تايهة عني كده ولا حاجة. ادوني افكار عشان اختكم والله العظيم محتارة خالص في موضوع الفطار ده. المهم طبعًا إيه، الحمد لله يعني على كل نِعَم ربنا، الحمد لله إن إحنا بنلاقي الأكل وبناكل غيرنا مش لاقي، فالحمد لله يعني على كل حاجة إحنا بناكلها، حتى لو هناكل عيش وجبنة الحمد لله، الواحد راضي وبيحمد ربنا على كل حاجة، ما فيش حاجة دايمة، يوم ليك ويوم عليك، فالحمد لله يا رب دايمًا وأبدًا، وربنا يا رب يرزقنا ويوسّع علينا وما يحوجناش لحد أبدًا، أهم حاجة. بس فالحمد لله. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده أنا بقى كنت خلاص قرّبت أخلّص الروتين بتاعي، فخلّصت كده معاكم كل حاجة، فيا رب بقى الفيديو يكون عجبكم وإن شاء الله أشوفكم تاني على خير ومع السلامة.